السلام عليكم اخواتي وحبايبي صناعية التسويق، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب يكون كله مية مية وكله زي الفل. عايز اقول لك انا جايب لك النهاردة معايا مفاجأة من العيار الثقيل. عايز اقول لك ان انا جايب لك فكرة مشروع مجرمة بالمعنى الحرفي. المشروع بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهاردة اي حد في الدنيا يقدر يعمله، واي حد يقدر يكسب منه بشكل غير طبيعي. عشان كده عايزك تسخن معايا وتحضر ورقتك وقلمك الجمال وقهوتك او الشاي بتاعك، ويلا بينا وليتس جو. جبت ورقة وقلم؟ اوكي، انا مصدقك جدا، ما تقلقش. قبل ما ادخل معاك في موضوع المشروع حابب اتكلم معاك في نقطة قبل ما نتكلم في موضوع المشروع على طول. بص، احنا لو حبينا نبني بيت، تمام، البيت ده عشان خاطر نبنيه اول حاجة هنبص عليها قطعة الارض والاساسات اللي هنرميها عشان خاطر نقدر نبني البيت. لو خدنا الاكزامبل ده ورميناه عليا وعليك، بما اني انا وانت هنبقى مديرين المشاريع، كل واحد فينا يفتح مشروع لنفسه، فهنبقى انا وانت المديرين بتوعه. اوكي، فمحتاج اسال نفسي سؤال مهم. اوكي، هو مش عشان خاطر انا ابني بيت محتاج اساس؟ عشان خاطر انا كمان ابقى مسؤول عن مشروع وانت مسؤول عن مشروع ومديره، فانت كمان محتاج اساس عشان تتبني، صح ولا لا؟ فببساطه، هو انت اساسك ايه؟ يعني هو انت بتعرف تعمل ايه؟ ومعلش عندي سؤال كمان، استحملني قبل ما اجيلك بس لفكره المشروع اللي انا جاي اقول لك عليها. هو انت عايز مشروع ايه؟ يعني ايه المشروع اللي انت بتتخيل كده وبتحلم انك نفسك تعمله؟ ومشروع ليه؟ هتقول لي محمود يعني ايه مشروع ليه؟ مشروع عشان اكسب فلوس. ايوه، فلوس اللي هي كام بقى؟ تمام، ما هو لو انا جيت اتكلم معاك عن كافيه بيكسب فلوس، اوكي، وانك تبيع فراخ ده برضو بيكسب فلوس، انت عايز مشروع يوصلك لحد فين؟ وهل عندك الامكانيات بتاعته ولا لا؟ لاني انا بشوف كتير جدا امثله، انا عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا. حلو، ايه الاساس اللي هتبني عليه؟ بتفهم في كذا؟ بتعرف تعمل كذا؟ محتاج تجاوب على السؤال ده، ويلا بينا ندخل في الموضوع اللي انا جاي اكلمك عنه. تعالى بقى اقول لك ايه هو المشروع، اوكي، وازاي كمان تقدر تنجح المشروع ده. عارف ايه المشروع؟ انت محمود، انت كده بتشتغلني وضحكت عليا. ضحكت عليك بصراحه، واوعى تقفل الفيديو لان الكلام اللي هيجي كلام مهم جدا جدا. وتعالى بس وما تبقاش مستعجل، وما تبقاش من ضمن الناس اللي بتدخل على الجروبات تكتب ايه، والله انا معايا 50,000 جنيه، اوكي، وعايز فكره مشروع، وتلاقي 90 مليون بني ادم داخل يتكلم معاه، وبنسبه كبيره بيبقى فيهم ناس كتير اصلا بتشتغلوا وبتقول له على مجالات ممكن تكون مش حقيقيه على ارض الواقع. وللاسف في ناس كتير جدا بتخسر فلوسها بالمنظر ده. عشان كده انا عايزك تفهم نقطة، مفيش حاجة اسمها انا معايا الرقم الفلاني وعايز اعمل مشروع كذا، رشحولي او فكرولي اعمل ايه بالفلوس دي. لان انت لو مش عارف انت هتعمل ايه بالفلوس دي، والله العظيم لا يضحك عليك وهتخسرها 100%. ليه؟ عشان ببساطه جدا انت مش فاهم انت داخل على ايه. انا معايا فلوس وعايز احركها، مش اكتر من كده. مفيش حاجه اسمها كده غير في الانفستنج بقى، ان انت عايز تستثمر. اوكي، عشان كده النهارده انا جاي اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، وهي ان المشروع ده هو انت. وانا بقى جاي اقول لك ازاي تستثمر في نفسك عشان تبقى فاهم انت هتمشي في انهي طريق. اوكي، ولما تيجي بجد تفتح مشروع على ارض الواقع ازاي تنجحه. جاهز معايا؟ خليك معايا للاخر، هتستفيد كتير جدا جدا في الفيديو ده. على فكرة، انا بعد الحاجات اللي هقولها لك في الفيديو ده، انا عايز اعرفك حاجة، ان المشروع هو انت اللي هتحدده مش انا. بس انا هكلمك واساعدك ازاي ايا كان المشروع اللي هتفتحه تقدر تنجحه. فده اللي انا جاي اوصله لك. اوكي، اوعى تكون فاكر ان انا هروح اقول لك افتح كذا واعمل كذا، لا، مش ده اللي انا جاي اقوله لك خالص. انا جاي اقول لك ازاي انت تبقى تمام، زي ما اتفقنا في بداية الفيديو. لو اساسك قوي، يعني بتعرف تعمل حاجة، صدقني اي مشروع في الدنيا هتعرف تنجحه طالما درسته كويس قبل ما تفتحه، بلس كمان انت بتعرف تعمل ايه. تمام، عشان كده خلينا الاول نتكلم عن مفهوم المشروع. هو مش المشروع ده هدف
صح ولا غلط؟ لاني انت عايز تحدد ايه هو المشروع. انا هساعدك تحدد ايه هو المشروع، بس مش هقول لك هو ايه، انت اللي هتعرف هو ايه. اوكي؟ المشروع في حد ذاته هو عبارة عن هدف، والهدف عشان خاطر يتحقق على ارض الواقع وتفتح المشروع اللي انت نفسك فيه، لازم الهدف ده يكون سمارت. يكون سمارت، انا هنا مش قصدي سمارت ذكي، احنا هناخد منها اختصارات، كل حرف بيعني كلمة، وكل كلمة صدقني انا اتعلمت فيها في حياتي حاجات كتير جدا عشان خاطر اقدر افهمها واجي انقل لك الكلام ده في فيديو ما يتعداش ال10 دقايق ربع ساعة. فهي دي القصة، فانا محتاج ان انت تركز معايا جدا جدا في الكلام اللي جاي ده. يعني ايه سمارت بمنتهى البساطة؟ خليني ادخل معاك في الموضوع على طول. لما ناخد اول حرف منها وهو حرف الاس، فالاس هنا يعني specific، اوكي، والام measurable، والاي attainable، والار relevant، والتايم او التي تايم باوند. اوكي؟ يعني ايه كل واحده بقى من الكلام اللي انا اتكلمت فيه دلوقتي؟ لو جينا مثلا لسبيسيفيك يعني محدد. يعني ايه محدد؟ يعني ايه الهدف، اوكي، والخطوات بتاع، ولازم يكون ليه خطوات بشكل محدد. ده كده سبيسيفيك، يعني انت تحط هدف، اوكي، وتكون عارف خطواته بشكل محدد، تكون محدد انت عايز تعمل ايه، مش تبقى مريح بفكر في كذا وكذا وكذا. كل دي افكار بس انت اوريدي ما حددتش انت عايز تعمل ايه. تمام؟ طيب ده كده رقم واحد. measurable يعني قابل للقياس. يعني ايه قابل للقياس؟ يعني مثلا انت النهارده هتحدد مهارة معينة هتتعلمها، تمام، وليكن مثلا قررت ان انت تتعلم ديجيتال ماركتنج مثلا. اوكي؟ انت ممكن هنا وانت بتتعلمه لازم تحدد انت هتاخد وقت قد ايه فيه، عشان خاطر ما تقعدش تضحك على نفسك والوقت ياخدك وانا هتعلم. لا، انت لازم تكون محدد وقت انت تتعلم فيه. لو افترضنا ان انت خدت القرار انك تتعلم ديجيتال ماركتنج او برمجة او ايا كان، اوكي، هتروح تستشير حد من الناس اللي سبقتك او الشخص اللي بيعلمك، هو انا ممكن اتعلم المهارة دي في قد ايه؟ طب انا لو دوست على نفسي هتعلمها في وقت قد ايه؟ اوكي؟ فكده انت بقيت عارف تقيس الوقت اللي انت هتتعلم فيه بناء عن وقتك الفاضي اللي انت هتخصصه لان انت تتعلم فيه. اتنبل يعني ممكن تحقيقه. يعني ايه ممكن تحقيقه؟ خلينا اديك مثال. انا قررت ادخل بطولة كمال اجسام، ما شاء الله كرشي قدامي 3 متر. هل انا هعرف اعمل ده الاسبوع اللي جاي؟ اكيد لا، بس ممكن اعمله بعد سنه سنتين، صح ولا لا؟ مليون في المية. فعشان اعمله بعد سنه سنتين انا محتاج اكل اكل صحي، اتمرن بشكل كويس، اتابع مع كوتش عشان خاطر يبقى واخد باله من كل حاجه انا بعملها. عشان كده لما انا ببدا ان انا ابقى عارف ان هو ممكن يتحقق وابقى صريح مع نفسي، لان في ناس اللي هو ايه، انا عايز مليون جنيه دلوقتي، عايز اتعلم مهاره تجيب لي فلوس دلوقتي، عايز اخس دلوقتي. ده ما بيحصلش. ممكن تحقيقه، ده مش هيحصل الا لو انت كنت صادق مع نفسك من جوه. ريفلنت يعني علاقة الهدف بالمهمة كلها. يعني ايه؟ شفت لما كنا بنقول ممكن تحقيقه، اوكي، وادينا مثال بلاعب كمال الاجسام اللي عايز يخش بطولة ده، تمام، وهو لسه ما نزلش جيم ولا لعب حتى لعبة ضغط واحدة ولا تمرين البنش واحدة. طبيعي ان انت لازم يكون عندك ريفلنت دي علاقة الهدف بالمهمة كلها. يعني ايه؟ يعني انا لازم اكون فاهم ان انا المفروض اعمل حاجات تخدم على الاهداف بتاعتي. قررت ان انا اتعلم مهارة معينة بعيد عن مثال كمال الاجسام، يبقى الحاجات اللي انا بعملها في حياتي بتخدم على المهارة دي. بمعنى احاوط نفسي بناس بتتعلم نفس المهارة، اوكي، وانا واخد قرار ان انا اتعلم المهاره، والله مثلا بشتغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4 العصر اكزامبل، اوكي، فانا مثلا لازم يكون عندي ساعه او ساعتين فاضيين، اوكي، هقعد اتعلم فيهم المهاره دي وهراجع على اللي انا بتعلمه. عشان خاطر منطقي جدا ان انا لازم ارسخ جزء من حياتي كله يكون بيخدم على ايه؟ على الحاجه اللي انا نويت اعملها او خدت القرار ان انا اعملها. تايم باوند يعني ليه اطار زمني. يعني ايه؟ هقول لك مثلا انا عايز اخس، تمام، بس انا هعمل كده في وقت معين. مش ايه بقى، والله انا عايز اخس
تمام، بس وسكت، ما عملش اي حاجه. طب ما حددتش ليه وقت هتخس فيه؟ لا انا هظبط اكلي. اوكي، يمكن النقطه دي شامله كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها. انا عايز اخس، طب حدد بقى هتخس قد ايه. 10 كيلو. اوكي، في خلال قد ايه؟ في خلال 3 شهور. يبقى انا عرفت ان ال 10 كيلو دول انا هنزلهم مثلا في خلال 3 شهور. يبقى طبيعي جدا انا هحدد اكلي والمشروبات بتاعتي ونظامي الغذائي ونظام النوم وكل حاجه تخدم على الهدف بتاعي. مش قلت انا عايز اعمل كده وسكت، ما كسبناش حاجه حضرتك، انت ما انجزتش اي حاجه. فلو عايز تفتح مشروع، اوكي، هو محتاج تكلفه معينه. حدد ايه هو المشروع، اشتغل على ان المشروع دوت يكون قابل للتحقيق، تمام، ويكون قابل للقياس، ويكون فعلا انت هتقدر تحققه، وتعمل حاجات في حياتك هي بتخدم على المشروع دوت، ويكون فعلا قابل للقياس في الوقت. طب محمود، اللي انا فهمته منك بقى في الكلام اللي انت قلته ده، ان انا الموضوع كده هيبقى عاوز مني مجهود، وانا اصلا بكسل اعمل اي حاجه في حياتي. هو انت عايز تنجح في حياتك من غير ما تعمل مجهود؟ عايز توصل للي انت عايز توصل له من غير ما تعمل مجهود؟ اه. لو انت من نوعيه الناس دي ما تخافش، مش هقول لك حاجه تزعلك، تمام، بس هقول لك على طريقه حلوه جدا جدا تساعدك ان انت تقدر توصل للي انت بتتمناه. الطريقه دي انا بتبعها مع نفسي وقت ما كده ما احس ان الدنيا بالنسبه لي مش احسن حاجه ومش عارف اركز في اللي انا عايزه بشكل معين. تمام. الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها التسويف. نعم. انت بتتكلم بجد؟ اه والله اسمها التسويف. يعني ايه التسويف؟ مش قصدي التسويف اللي راح في خيالك، اللي هو مش هعمل دوت ومش هعمل دوت ومش هعمل ده، لا مش قصدي كده. التسويف انا بستخدمه مع نفسي، اللي هو ايه، انا بضحك على الشيطان، بضحك على نفسي، بضحك على هواي. بمعنى انا النهارده قررت اتعلم مهاره. المهاره دي مثلا ممكن تتعلمها على اليوتيوب، ممكن تتعلمها في كورس انت ممكن تشتريه برقم بسيط جدا جدا وتقدر تتعلمها. والله بص، انا كل يوم هتعلم 10 دقايق، مش اكتر من كده، تمام، وهتعلم النهارده ومش هتعلم بكره. انا عايز اخس، اوكي، بص انا هنزل اتمرن النهارده ربع ساعه، مش هزود دقيقه واحده، اوكي. انا عايز اقرا الكتاب الفلاني، هتعلم منه حاجات مهمه، اقرا صفحه او صفحتين بالكتير، ما تزودش عن كده. واخر يوم وكل يوم بقى، انت فاهمني، انا النهارده همشي ربع ساعه بس، مش همشي تاني بكره، انا خلاص ده اخر يوم هعمل فيه حاجه صح. انا النهارده هقرا صفحتين من الكتاب ومش هقرا تاني. يا عم هو انا بتاع قرايه اصلا؟ انا بعمل كده مع نفسي، اوكي. عارف لما بتعمل الكلام ده لمده 21 يوم، اللي بيحصل انت بتكتسب عاده جديده، فخلاص الموضوع ده بقى من اولوياتك. فطالما بقى من اولوياتك يبقى انت ماشي في الاطار الصح، الاطار ان انت كده بتطور من نفسك. فلما بتطور من نفسك شخصيا، وهنا انا ما كنتش بضحك عليك على فكره، انا كنت بهزر معاك في نص الفيديو، انت لما بتطور من نفسك انت طورت في المشروع بتاعك انت. فلما تيجي تنقل خبراتك دي على المشروع اللي انت نفسك تفتحه في الحقيقه، صدقني هتنجح، وهتنجحه نجاح انت عمرك ما كنت تتوقعه. بس في الاول في الاخر استثمر في نفسك. انا جاي اقول لك النهارده استثمر في نفسك يا عم. فكك بقى من الناس اللي تقعد تقول لك هات المبلغ اللي معاك ده وتعالى هساعدك تعمل بيه 1 2 3 4 والكلام الفاضي ده كله كلام فاضي. انت اللي هتعرف تعمل ده، بس انت محتاج تمشي بفكره سمارت، اوكي. ولو عندك اي سؤال عنها او في حاجه مش واصله اسالني في الكومنتات وهجاوبك عليها، اوكي، لحد ما اوصل لك اللي انا عايزه يوصله لك من ورا الفكره دي. وفكره التسويف الثانيه، انا هعمل ده النهارده ومش هعمل بكره، هعمل بكره ومش هعمل بعده، اوكي. هي دي القصه. لو وصلت معايا لحد هنا فانا متشكر جدا جدا ليك انك سمعتني، وانت كده بجد حد عايز تنجح في حياتك، ربنا يوفقك. لو ما عملتش اشتراك في القناه فطلب من اخوك ان انت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانا كنت مبسوط جدا جدا ان انا بتكلم معاكم. ولو ليك واحد صاحبك بيكسل انه يعمل اي حاجه، ابعت له الجزئيه الاخيره من الفيديو بتاعه التسويف، صدقني هتساعده كتير جدا جدا جدا. وانا كنت مبسوط ان انا بتكلم معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.